انا المنسق العام لاتحاد مستاجرين مصر احمد مجدي. اهلا تمام. وسهلا. انا بس عايز اوضح حاجه، ان الايجار القديم ده يا جماعه مش موجود في مصر بس. الايجار القديم ده موجود في لبنان، موجود في اسبانيا، موجود في دول كتير جدا في العالم، موجود في امريكا ذات نفسها. فاللي الاعلام يطلع يتقال ان مصر هي الدولة الوحيدة اللي فيها ايجار قديم، وعيب ان مصر يبقى فيها ايجار قديم، الكلام ده كله مش مظبوط. شفنا دول كتير في العالم كله فيها ايجار قديم. الدولة الوحيدة اللي تم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هي فلسطين. اللي متابع ايجارات واللي دخل في الملف ده هيعرف ده كويس، ان الدولة الوحيدة اللي تنفذ فيها قانون الايجار القديم كانت فلسطين. المغرب اترفض فيها، الاردن القانون نزل فيها شهرين واترد، اسبانيا نزل فيها اسبوعين او 3 شهور واترد. فاحنا مش بدع. دي اول نقطه. تاني نقطه، المستاجر الايجار القديم هو اللي شال الاصلاح الاقتصادي في مصر. اتكلمنا من الناحيه الاقتصاديه. لما انا يكون ايجاري مم. قليل شويه اقدر استحمل ان الكهرباء تبقى عاليه، مش هفتح بقي. اقدر استحمل ان الغاز والميه يعلوا عليا، برضو مش هفتح بقي. اللي الاكل يغلى عليا هستحمل. فانا ساعدت في الاصلاح الاقتصادي في مصر. فكلمه شكرا اللي تتقال من الحكومه ان هم يلغوا العقد ده تماما، وقت ما انا وقفت جنبك تيجي في لحظه من اللحظات تطردني تماما، هي دي كلمه شكرا اللي مصر او المسؤولين بيقدموها للراجل اللي وقف مع البلد في الاصلاح الاقتصادي. دي نقطه مهمه جدا. يعني اكون ماضي عقد تحت مظله قانون ويجي مره واحده يلغي لي العقد، يبقى ده تهريج. يبقى انت ازاي بتدعو للاستثمار وانت بتلغي العقود في اي وقت؟ دي نقطه مهمه جدا، لان المستثمر الاجنبي لما يجي يستثمر في دوله يهمه جدا النقطه دي، ان انا لما اجي امضي معاك عقد ابقى ضامن حقي حتى نهايه العقد. فانا من حقي ان العقد ده يخلص بوفاتي، والحق ده كل المستاجرين مش هيقدروا ان هم يتنازلوا عنه. دي نقطه مهمه جدا. قصه الوعود اللي الدوله ادتها، انت بتقول لي هديك شقه، انت هتديني شقه ببلاش ولا بفلوس؟ هتديهاني بفلوس. طب انا معيش، هتعمل ايه؟ مم. انا معيش فلوس ان انا اديك حق شقه، هتعمل معايا ايه؟ وتاني حاجه، انا اثق فيك ازاي؟ ما انت زمان قلت لي امضي العقد الايجار القديم ده وهيمتد لجيل خامس. جيت خلصت المده مم. من الجيل الخامس والسادس، بقى جيل واحد ما فتحتش بقي. جيت تاني تلغي لي العقود، لا انا هفتح بقي. مش هقدر ان انا اسكت، اسف، انا كده هترمي في الشارع. انك بتيجي توهمني ان انت هتديني شقه، لا انا مش واثق في حضرتك. انا مش واثق انك هتديني شقه. دي حاجه. الشقه اللي انت هتديني دي بفلوس ولا ببلاش؟ هتديني بفلوس، انا معيش فلوس ادفعها لك. يعني ربنا يكون في عون الناس اللي ساكنه ايجار جديد. يعني الناس صحيح. بتعاني معاناه كل شهر، انك ازاي شغال عشان بتجمع ايجارك انك تديه للمالك اللي عندك الايجار الجديد، وطول الشهر انت مش فارق معاك تاكل او تشرب ايه. فدي نقطه مهمه، واخر دي السنة نقطه يشيل مهمه. حاجته ويروح يدور على شقة تانية ويمشي. بالظبط، عفش بيتكسر. عدم. ماشي. انا عايز اه. انا عايز وزاره التضامن تتدخل. ليه وزاره التضامن تتدخل؟ حضرتك، هي الناس دي ما حسبتش كام بيت هيتخرب؟ كام واحده هتطلب الطلاق بسبب عدم الاستقرار؟ هل هي هتقدر تستحمل ان هي تبقى عايشه مهدده تضطرب، وتاخد عفشها تتنقل بيه من مكان لمكان؟ هل الست هترضى بالكلام ده؟ لا طبعا. فانت كده مم. عملت تفكيك اسري. كانت واحده طالعه بتتكلم من كام يوم، بتتكلم بتقول لك احنا هنحسب دخل الاسره كله ويبقى 30% منه ايجار. يعني هتشاركونا في حياتنا؟ يعني المستاجر غلطته انه وثق في قانون دوله ومضى. ادفع خلو، حاضر. وضب الشقه استلمها بالوضع ده، حاضر. الجيل الخامس والسادس بقى جيل اول، حاضر. هنزود الاجره، حاضر. لكن لما تيجي تقول لي عند الطرد، لا مش هقول لك حاضر طبعا. انا مش هستنى لما اخد عيالي او كل واحد ياخد عياله او والدته المسنه الكبيره او الارمله او الراجل اللي هيبقى عنده 75 سنه و80 سنه. هيمشوهم ازاي؟ الناس هتمشي على كراسي متحركه بيتنقلوا في الشوارع عشان يدوروا على شقق. طب وهيجيبوا منين يا فندم؟ يعني اللي عمل القانون ده يعني ما عندوش يعني احساس لا بمسؤوليه، ولا عنده وضع ان هل الدوله في خلال 7 سنين هتوفي ان هتدي شقق للناس دي ولا لا. طب هتديها بفلوس ولا لا؟ طبعا هتديها بفلوس. الدوله يا فندم مم. بتسوق للمستاجر، تقول لك الشقه عامله 1,800,000. لو انا معايا 1,800,000
انا هاجي ليه اخد شقه عندك؟ ما انا هاخد شقه على مزاجي، مش هروح اخد شقه عندك، مش هروح اترمي في الصحراء ب1.8 مليون.